ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله معانا ديزاين جديد. حبيت كده اشارك الديزاين ده يعني يعتبر الديزاين سهل جدا، لو انت مبتدئه ان شاء الله هتعمليه وهيطلع معاكي بيرفكت، اللي هيشوف الديزاين بتاعك هيقول ده متعوب عليه وايه ده انت عاملاه ازاي. وهو بل بالعكس سهل جدا وبسيط ولا متعب ولا اي حاجه خالص، يعني ان شاء الله لو انت مبتدئه هتطلعيه بيرفكت كده واحسن مني كمان. تعالي كده اقولك في البداية اهم نصايح ان انت تمشي عليها وانت بتعملي الكيك. الكيك عندك تحشيه وتغطي الكيك عندك بالكامل بكيس وتدخليه عندك التلاجة، او يفضل ان انت تحطيه في قلب القالب بتاع الصينية بتاع اللي انت خابزة فيها حجم الكيك، وتدخليه عندك الفريزر عشان يبقى قاعد معاكي في الفريزر ليلة كاملة. وبل بالعكس يا بنات بيطلع الكيك تحفة جدا. بعد كده لما بتيجي تشتغلي عليه بيبقى الموضوع سهل جدا. وفي الطعم لما بيبقى خلاص بقى بدرجة حرارة التلاجة بيبقى تحفة جدا جدا. فان شاء الله انت لو لسه في البداية اتعاملي بس بالتكنيك بتاعت الخطوات دي عشان تعرفي تشتغلي على الكيك بكل سهولة، خاصة ان احنا في فصل الصيف بيبقى الموضوع مش احسن حاجة وانت شغالة في الكريمة. بصوا هنا انا جلست الكيك عندي بمنتهى السهولة عادي خالص، زي ما بنعمل على طول، وجنبينا مية سخنة ان احنا نعمل بيها الشارب اتش ونجلس بيها الكيك عشان تدينا سطح ناعم واملس. بعد كده انا جبت عندي الكيس الحلواني، حاطه فيه لون مختلف، اي لون انت حابه تضيفيه. يعني اللون الابيض ده مش لون ابيض، انا هنا حاطه سنه من اللون الاصفر عشان احصل على اللون سكري. وبعد كده جبت عندي اي لون انت حابه تضيفيه، انا هنا مستخدمه لون بينك وبستخدم الوان ماجيك. بتبقى حلوه جدا يا بنات لو انت بتقابلك مشكله في اي نوع، يعني اي نوع جل قبل كده. انا جربت، بلاش اذكر الاسماء، جربت نوع قبل كده وكان فعلا بيملح معايا طعم الكريمه. فماجيك ما شاء الله حلوه جدا بشتغل بيها على طول. بصي هنا انا عملت التكنيك بتاع الكريمه ازاي بكيس حلواني خالص. الموضوع هنا انا عملته بالنظر، طب انت لسه مبتدئه وخايفه ان انت تاخدي الخطوه دي بالنظر، تقدري تجيبي سن طبق او سن اي حاجه مدوره او قطعه مدوره من الكبيره، وتبتدي ان انت تحطيها على الكيك، تاخدي بس التقويصه بتاعت نص الدايره اللي هي في الوش دي، وبعد كده تشتغلي بقى عليها بالكريمه من تحت. الموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط ومفيهوش اي حاجه، بس انا عشان اشتغلت بالنظر فقلت لك ازاي ان انت تشتغلي بطريقه تطلع معاكي مظبوطه جدا. اي حاجه مدوره، ممكن قطعه كبيره او حتى طبق كبير، تبتدي ان انت تاخدي بس الدوران بتاعه من تحت. بعد كده مشينا بالسكرابر عادي خالص وسحبنا، وايدينا تكون خفيفه جدا واحنا بنسحب الكريمه اللي فوق عشان تفضل بنفس القوس اللي احنا عاملينه. بعد كده جبت عندي دست ذهبي، حطيت عليه مذيب دست، تقدري ان انت تخففيه بميه. دي اول مره اقولها، مش مشكله تقدري تخففيه بميه، مفيش مشكله، بس مش كتير. ميه او زيت او روح ليمون او اي حاجه تاني لو مش متوفره عندك. مذيب الدست اي حاجه ليها علاقه كده بالسوائل، زي مثلا الفانيليا السايله برضو تمشي. فجربي موضوع المية ده، حلو جدا. انا اول مرة اذكره بس فعلا حلو جدا، انا اتعاملت بيه قبل كده وكان ممتاز. جبت بعد كده عندي الكريز بالالوان ده، انا مستخدمه ابيض وذهبي. والفراشات دي زي ما بقول لكم كل مرة انا بطبعها على ورق كوشيه، على حسب بقى انت حابة تطبعي على كام جرام. بيبقى متوفر 200 250 و300. بصوا هنا كمان حطيت فراشة على البورد، وتقدري تثبتيها بعسل جلوكوز او بشمع. يعني ده متوفر وده متوفر، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجة معينة. وبعد كده برضو مشيت على الكيك من تحت كده بالكريسب برضو، نفس الحاجات اللي انا حطيتها من فوق حطيتها من تحت عشان تديني شكل جمالي اكتر. يا رب كده ما كنتش ناسي حاجه اقول لكم عليها وانا شغاله. وان شاء الله لو في اي حاجه وقفت قدامك تقدري ان انت تخشي بكومنت تقوليها لي، او تواصليني على الخاص وان شاء الله ارد عليكي بكل التفاصيل باذن الله. جبت بعد كده التوبر ده بتاع هابي بيرث داي. التوبر ده سعره عامل 25 او 20، مش متذكره قوي. التوبر ده هادي جدا وماشي حلو قوي مع الكيك. وبعد كده حسيت ان الكيكه عندي ناقصها حاجه، جبت عندي ورق الذهب،
حطيته كده داير ما يدور على الكيكة من تحت. كان شكلها تحفة جدا وادتها فعلا شكل تاني ونقلتها في حتة تانية خالص. هنا الورق الدهب ان انت تقدري ان انت تستخدميه على الكيك بعد ما يتشمع معاكي في التلاجة او على طول عادي زي كده. شوفي انت لو جربتي وحسيتي ان هي بتطلع معاكي بالكريمة، تدخلي الكيكة عندك التلاجة وبعد كده طلعيها اشتغلي عليها بورق الدهب. والكلام ده يمشي برضو مع الدست. لو انت حسيتي ان الدست بيطلع معاكي وانت بتمشي الفرشة كده على الكريمة بتطلع معاكي بالكريمة، يبقى دخليها التلاجة الاول بعد كده تتعاملي عليها بالدست وورق الدهب. ده كده كان شكل الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. وكمان انا كنت حابة اتكلم على حاجة قبل ما اقفل الفيديو. البنات اللي كانوا سألوني على ازاي ان احنا نسعر الكيك، الفكرة يا بنات هنا بتختلف من خامات لخامات، لان طبعا في خامات كتيرة موجودة في السوق وكل حاجة باسعارها. يعني انا مثلا انا ما بستخدمش خامات شعبية، الخامات اللي بستخدمها بتبقى اجود خامات موجودة في السوق، وبالتالي انا بقول لكم عليها مش بخبي عليكم حاجة. زي مثلا الكريمة، من اول الكريمة للدقيق للخامات لكل حاجة بشتغل بيها الحمد لله. بدور على احسن حاجة واشتغل بيها، لان لما الطعم يعجب العميل هيجيلي تاني وتالت، مش فكرة بس في الشكل. فيا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم كالعادة ما تنسوش تحطولي لايك وتسيبولي رأيكم تحت في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.